أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 56. النهاردة هتكلم معاكم عن آية بتقول كده هو: اخرجوا من وسطها يا شعبي ولنجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. أرمية 51:45. من أسبوعين في أخ أعرفه كان عنده حالة وفاة، فصلى على ابنه في كنيسة إنجيلية، وعمل بعد كده قاعة في كنيسة أرثوذكسية. افتكرت موقفي أنا لما غلطت في حق الرب وصليت على والدي من 5 سنين في كنيسة أرثوذكسية، وعملت قاعة في نفس الكنيسة الأرثوذكسية. جاء الرب راح بعت لي حد بعدها ووبخني على الكلام ده، وبعدها صرخت للرب وقلت له: يا رب سامحني، وتبت وأعلنت دوت وعملت فيديو على اليوتيوب. النهارده في صوت صارخ لكل شعب الرب: اخرجوا من وسطها يا شعبي ولنجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. اخرج من وسطها، اخرج من الكنيسة الأرثوذكسية، وكفاية كفاية اللي حصل دوت. توب تعالى. اللي بيروح يجوز فيها، يعمد فيها، بيصلي صلاة جنازة فيها، بيعمل قاعة فيها 40 سنوية فيها، بيعلق صور وتماثيل زيها، بيروح للأضيرة. ليه؟ مع ان الكنيسة الأرثوذكسية هي زانية روحيا وبتخليك تنحدر روحيا. الكنيسة الروسية زانية روحيا في عبادتها للصور والتماثيل وكسر وصايا ربنا في خروج 20 عدد 4 و5 و6. الكنيسة الروسية زانية روحيا في عبادتها للإكليروس رجال الدين لما بيسجدوا ليه: اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب لك تسجد وإياه وحده تعبد. الكنيسة الروسية زانية روحيا في عبادتها للقديسين والملائكة. الكنيسة الروسية زانية روحيا في دفنها للأجساد داخل بيت ربنا وبتنجس بيت ربنا. الكنيسة الأرثوذكسية زانية روحيا في انها بتحط حاجات جنب المسيح. اخرجوا من وسطها يا شعبي. فرحان انت وبتاخد الناس وبتروحوا بيهم الأديرة؟ انا بتفسح. انت مش بتفسح، انت بتنجس الناس وبتنجس نفسك وبتنجس بيت ربنا. انت بتخلي الناس تنحدر روحيا. انت بتروح تتفسح، ما بتدخلش تعبد، لكن هم بيروحوا يتعبدوا، بيروحوا يبصوا على الناس اللي بتتعبد بدل ما تاخدهم في مكان يعبدوا فيه ربنا. لا، بتاخدهم في مكان يشركوا بيه بربنا ويزنوا زنا روحي فيه. اخرجوا من وسطها يا شعبي. اللي بيروح يتجوز فيها، اللي بيروح يعمد فيها، اللي بيروح يعمل جناز فيها، اللي بيعمل صلاة فيها. ليه كده؟ ليه وهي زانية روحيا؟ اسمع كده عزيزي المشاهد، مش طول عليك. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضربتها. اللي هي رؤيا 18 عدد 4. عايز المشاهد، صوت صارخ ليك: اخرج منها. اخرج منها. اللي بتقف على المنبر وتقعد تمجد فيها وتمجد في رجال الدين بتوعها اللي هم بيعبدوا أوثان وأصنام. كل رجال الكنيسة، كل رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية هم زانيين روحيا بعبادتهم للصور والتماثيل والخبز والخمر. أول ما القسيس بيفتح الستارة الصبح، أي قسيس كبير أو صغير أو أسقف يفتح، بيدخل يبخر لسورة يوحنا المعمدان ويسجد لها، وسورة العذراء ويسجد لها. منهم بقى مكاري يونان، منهم سمعان، منهم كل القساوسة، ومنهم كل الأساقفة. كلهم زانيين روحيا. ازاي بتقبل على نفسك ان يحط ايده عليك وهو زاني روحيا وعليه غضب ربنا؟ اخر حاجة اقولها لك وقلتها لك واختم بيها لو فتحت بيها: اخرجوا من وسطها يا شعبي ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. أرمية 51:45. سلام.